السكس باكس. السكس باكس هي الاوبسيشن بتاع كل الشباب المصري سواء كانوا ولاد او بنات. كل الناس على طول تيجي تقول لي انا عايز يبقى عندي سكس باكس، اعمل ايه عشان يبقى عندي سكس باكس؟ خلينا متفقين ان احنا كلنا اصلا عندنا سكس باكس، سواء انا كنت تخين، سواء كنت رفيع، طويل، قصير، ضعيف، قوي، انا كلنا عندنا سكس باكس. الفرق الوحيد هو ان السكس باكس بتاعتنا بتبقى متغطيه بنسبه كبيره من الدهون او نسبه اقل من الدهون. السؤال اللي بيبقى بعديها هو انا اعمل ايه عشان احول الدهون اللي على بطني دي لعضلات؟ الدهون ما بتتحولش لعضلات. خلينا نفكر فيها كأن الدهون دي هي زيت وان العضلات دي ميه. اذا حطيت زيت وميه هتلاقي دايما الزيت فوق الميه وعمرهم they will never mix. فدول حاجتين مختلفتين تماما، والموضوع ان انا احول الفاتس لعضلات ده ما بيحصلش. هو انا لازم اخسر الفاتس دي. فطبيعي دلوقتي انت هتسالني امتى السكس باكس تبان؟ السكس باكس هتبان لما نسبه الدهون اللي على بطني دي تقل بحيث ان اللي تحتيها يبان. يعني لازم اللي فوق ده يختفي عشان اللي تحتيها يبان، ده بديهي. برضه من الاسئله الكتير اللي بتتسال لي هي ازاي انزل الحتتين دول؟ لا، هو انا ما ينفعش انزل الحتتين دول لوحدهم. انا عايز انزل الحتتين دول لازم انزل جسمي كله، فلازم يبقى دايت مظبوط على جسمي كله. مفيش حاجه سحريه هتنزل لك الحتتين دول وتسيب لك الباقي. زي ما قلنا في الاول، هو السكس باكس دي اوبسيشن عند الشباب كله او الشعب المصري بالذات. عشان هي اوبسيشن وعشان كلنا بنحاول نوصل لها، في ناس كتير قوي تحاول تستغل الموضوع ده. بمعنى ايه؟ معنى ان هو الجهاز السحري اللي على قناه مش عارف ايه ابو 357 جنيه زائد مصاريف الشحن، ده مش هو ده مش ده اللي هيطلع لك سكس باكس. اللي هيطلع لك سكس باكس هو التمرين صح ودايت صح. ما تسمعش كلام اي حد هيقول لك حاجه ثانيه، ده بيضحك عليك. بعد كل اللي قلناه ده طبعا هتسالوني تقولوا لي ازاي نوصل للسكس باكس. خلينا دلوقتي نقول لكم شويه حاجات هي ممكن تساعدنا ان احنا نوصل للسكس باكس دي. معنى ان انا محتاج انزل دهون على بطني، ده معناه ان انا محتاج اخس. كنا قلناها في تيب قبل كده ان انا عشان اخس لازم اكون بحرق اكتر من اللي انا باكله. هنبتدي الاول بالدايت. الدايت هو انا محتاج اخس، انزل الفاتس اللي على بطني دي عشان تبان السكس باكس. ازاي اعمل كده؟ اعمل كده بان انا اكل اقل من اللي انا بحرقه عشان اعرف اخس. احنا كنا قلناها في تيب قبل كده، اذا انا مثلا باكل 1000 كالوري يبقى انا محتاج اكون بحرق 1500 كالوري، فيبقى في ديفيسيت 500 كالوري. ده اللي جسمي ساعتها هيحرق من الاوريدي موجود. حاجه قلناها قبل كده في كذا حلقه وقلناها قبل كده في كذا تيب، هي الابلكيشن اللي انا بلوج بيها الاكل بتاعي. هي هتبقى موجوده في الكومنت الاولاني ان شاء الله. ازاي اعرف انا باكل كالوريز قد ايه؟ هي ان انا هبتدي بيوم عادي، ابتدي الوج الاكل اللي انا باكله خلال اليوم وادخله في الابلكيشن. الابلكيشن هتقول لي انا باكل كام كالوري في اليوم. ساعتها ممكن وانا ماشي هبتدي اصور نفسي قدام المرايه وابتدي اوزن نفسي واعمل كومباريزن. همشي على الموضوع ده اسبوع او 10 ايام او اسبوعين. اذا لقيت في فرق ولقيت بطني بتنزل وجنبي نزلت مثلا او ابتدت السكس باكس تبان، هعرف ساعتها ان انا ماشي الطريق الصح. اذا لقيت مفيش اي فرق يبقى ساعتها محتاج اقلل الكالوريز بتاعتي اللي انا باكلها اكتر. دلوقتي انا لو مشيت على شويه نصايح اللي احنا قلنا عليها دي ولقيت مفيش نتيجه، محتاج ان انا اراجع نفسي في حاجه مش صح. مثلا ممكن اكون مش بلوج كل الاكل اللي انا باكله وبنسى احط حاجات، فساعتها مثلا هيكون متهيألي ان انا باكل 1500 كالوري وانا في الحقيقه باكل 2000. او ممكن يكون الموضوع معايا بالعكس، ممكن اكون انا ما بتمرنش كفايه على الاكل اللي انا باكله. يعني ساعتها انا مش هقدر اقلل اكلي. ليتس سي انا وصلت للبير مينيمم اللي انا مش هقدر اكل اقل منه خلال اليوم. ساعتها يبقى محتاج ازود جهد التمرين بتاعي. والحاجه الثالثه واللي غالبا بتحصل لنا كلنا هي ان انا بكون حاطط هدف كبير قوي على فتره قصيره. يعني مثلا حاطط ان انا عايز اخس 10 كيلو في 4 اسابيع، ده هدف كبير قوي. غلطه ناس كتير قوي بتقع فيها اما بتحاول تعمل دايت ان هي تبين سكس باكس بتاعتها، هي ان هي بتحرم نفسها من الاكل كومبليتلي او بتاكل كميات صغيره جدا من الاكل. ده غلط. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اطلع كل الحاجات المضره من الدايت بتاعي. بمعنى انا اطلع كل النشويات المحمره والحاجات المضره، كل السوفت درينكس، كل الحلويات، كل الحاجات اللي هي بتضخني اصلا دي لازم اطلعها بره الدايت بتاعي كومبليتلي. اركز اكتر على البروتينز، اركز اكتر على الخضار، اركز على كل الحاجات اللي هي مش هتزود في وزني. غلطه ثانيه الناس بتقع فيها برضه في موضوع الدايت ده ان هي تقطع كاربس كومبليتلي. ده غلط. احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الكاربس ده في كذا تيب وكذا ابيسود، فاحنا مش هنتكلم عليها دلوقتي اكتر بالديتيلز. بس هي في معلومه ثانيه محتاجين نقولها على الكاربس. امتى اكل الكاربس؟ احاول اكل الكاربس بتاعتي بدري جدا في خلال اليوم عشان جسمي يلحق يهضمها، واحاول اخلي جزء منها حوالين وقت التمرين، يعني يا قبل يا بعد التمرين. فالسكس باكس ما بتجيش غير بالتمرين الصح وبالدايت الصح. واذا محتاج مننا اي مساعده قولها لنا في الكومنتس واحنا نقدر نساعدك. السلام عليكم.